السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو الفانيليا اللي قدامكم ده. 24 قطعة من الجاتو عملنا قبل كده مع بعض على القناة. جاتو الشوكولاتة هنعمل ان شاء الله النهاردة جاتو الفانيليا. لو بتشتغلي اونلاين او جايلك ضيوف يبقى الفيديو ده ليكي، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تحط لايك. معايا هنا ان شاء الله 4 بيضات ومعلقة من الخل ونص كوباية من السكر ومعلقة صغيرة هرمية من المحسن. هتبداي تحطيهم كده بالترتيب، البيض على او من غير ترتيب حسب ما ايدك تجيبك، طالما المكونات حطيتيها قدامك اشتغل على بركة الله. تحطي 4 بيضات على نص كوباية سكر على معلقة محسن جل ما يعادل 30 جرام، ما تكتريش قوي علشان خاطر ما ينفش معاك وبعد كده يهبط، وعليهم معلقة من الخل الكبيرة. يندمجوا مع بعض وينضربوا. اول ما يبدا الفوليوم يعلى ننزل عليهم بنص كوبايه الميه اللي جنب العجان اللي انت شايفاها دي. على ما الفوليوم يعلى يا بنات هنكون احنا بنشتغل في المواد الايه، الجافه او المواد البودر. هحط كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا مهرمين زي ما انت ما شايفه، وهحط عليهم معلقه من البيكنج باودر الصغيره اللي قدامك دي بس برضو مهرمه. هتحطي بمعلقه الشاي يبقى تحطيها ممسوحه، وخدي بالك من كلمه ممسوحه، ما تزوديش اكتر من كده. تمام كده، وتبداي تقلبيهم، تخلي البيكنج باودر والنشا والدقيق كلهم يختلطوا مع بعضيهم عشان ما فيش حاجه تركن في ايه، في جنب كده ولا كده. اول ما الفوليوم يعلى هننزل بنص كوبايه الميه. تمام كده الفوليوم علي، هننزل بنص كوبايه الميه. دقيقه بالظبط تكون الميه تجانست مع الخليط، تبداي انت تنزلي بالدقيق معلقه معلقه. في الوقت ده يا بنات تكونوا مشغلين الفرن على اعلى درجه، وبعد كده تبدأوا تهدوا الدرجة. أول ما تحطي الصينية في الفرن تبدأي تهدي الدرجة بتاعتك على كام، على 180. ما عندكيش درجات حرارة في الفرن، خلاص تمام. هتعوجي الزرار بتاع الحرارة ما بين فوق وما بين تحت، يعني مش تحت خالص ومش على الجنب، لا تنزلي تحت ما بين الاتنين. تمام، يعني درجة حرارة متوسطة. وانزل بالدقيق معلقة معلقة. بس امتى بنزل بيه بقى؟ لما بهدي درجة الضرب، ما بضربش على درجة عالية، بضرب على درجة قليلة، وابدأ اهدي درجة واحدة واحدة. يبدأ ينزل الدقيق معانا معلقة معلقة، وتقلبي زي ما انت ما شايفة كده. تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يعني بصي ما تخليش نقطة دقيق راكزة في اي حتة عشان ما تكتلكيش الصينية ويلزق معاكي تحت. هنحط الصينية على الرف الاوسط يا بنات، 180 درجة علشان كوارث الاسبونش اللي بتحصل. وبقول الكلام ده برضو بالاخص للمبتدئين. تبداي تحطي الخليط في قلب الصينيه، الصينيه دي مقاس 26، وتبداي ايه تمشي كده بالمعلقه، وتجيبي خله او تجيبي شيش طاووق وتبداي تطلعي فراغات الهواء. انا كده خلاص طلعت معايا، بيتها من بالليل وقلت اشتغل ايه بالنهار. حاولي بقدر المستطاع، بصي بسم الله ما شاء الله مرتفع ازاي، اشتغلي فيها ايه بالنهار بحيث ان انت تعمليها من بالليل الزبونش يهدى شويه، لان لما بتشتغلي فيها بعدها بشويه على طول بيتفتفت وما بيستحملش، لان الزبونش ده حساس جدا. انا كده معايا هنا نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه الساقعه، هخليهم يتجانسوا مع بعض ويبدا السكر يدوب، وبعد كده انزل بالكوبايه التانية من الميه. لو في جرش من التلج تمام، مفيش جرش خلاص كده كده الجو ساقع. ان الكريمه كل ما تبقى ساقعه كل ما هتريحك في الشغل. انا هستخدم كوبايه واحده من الكريمه بس يا بنات، بس النص الكوبايه التانية دي اللي انتوا شايفينها هستخدمها لحاجه تانية. لو انت في الصيف بتشتغلي في الصيف وعايزه الكميه تفضل معاكي، يا اما تقللي الميه يا اما تزودي الكريمه. يا تحطي كوبايه ونص من الكريمه، يا تحطي كوبايه واحده بس من الكريمه عليها كوبايه ونص من الميه، وتبداي تسقي بالسيرب وتحشي زي ما انت ما شايفه كده. عندك السيرب يا بنات احنا قلنا مع بعض قبل كده، كوبايه من السكر عليها كوبايتين من الميه، عايزه تحطي كوبايه ونص من الميه براحتك، التحليه دي حسب رغبتك انت. احنا هنقطع الاسبونج ده على كام، على 4 ديسكات. عايزه تقطعيهم على ديسكين فقط لا غير، وتعملي صينيه تانية بمقادير تانية وتطلعيه اعلى من كده مفيش مشكله. بس انا عامله اقتصادي، مش اقتصادي قوي برضو يعني، بس هو برضو يعني يعتبر ايه، اقتصادي. الاسبونج ده حلو، بيرمي معاك كتير وارتفاع حلو. انا قطعت هنا بالمنشار على اقل درجه، عايزه تقطع على مقاس 9 او مقاس 8 زي ما انت ما عايزه. انا كده ايه، حشيته وجلسته وحطيته في الفريزر. بصوا يا بنات بقى، عشان في بنوته كانت قالت لي ازاي بتقطعي اللي هو السبونش بتاعنا ده.
بصي انا قطعت 4/4. ركزوا معايا في الحته دي، عشان انا كنت بقول لها ننزل بالترانش مرتين، قالت لي ازاي يدونا 3 قطع ولا يدونا 4؟ يبقى ادونا قطعتين. لا ركزي بقى كده، انا نزلت اهي، ادي اول قطعه وهنزل عليها تاني بالترانش جنبها، يبقى انا قطعت مرتين في الربع الواحد. شايفين يا بنات؟ هعملها تاني معاكم. الربع اللي بعد منه اهو، هنزل بالترانش مره، انا كده قطعت مره، وهنزل بالترانش مره كمان، يبقى انا كده قطعت مرتين. كل ربع بقطعه قطعتين هيديني 3 قطع، لو قطعته 3 قطع هيديني 4، لو قطعت 4 هيديني 5. ليه؟ لان في فواصل في الاربع اللي جنب بعضها. فاهمين قصدي ايه؟ انا كده نزلت بالترانش مرتين زي ما انتم ما شايفين كده اهو، ادي مره وجنبها مره. فبالتالي لما تيجي تعدي هيديك ال 12 قطعه مظبوطين. عشان البنوته كانت بتسالني، كتبت لي في التعليقات المفروض يدينا كده زي ما انت ما قلتي، لو هنزل بيها مرتين هيدينا 8. قلت لها لا، لانك انت لما بتقطعي الربع على 2 بيديكي 3، لان في جنب يمين وجنب شمال يا بنات. الجنب اليمين والجنب الشمال بيديكي بالظبط اللي هو عدد القطع، كل مربع هيديكي 3 زي ما انتم ما شايفين كده. وتنزلي عليه بالروزتات باي شكل بقى يعجبك، باي بلبله تعجبك اشتغلي بيها. وهنجيب الكريز وهنبدأ نقطعه رصاص او يربع حسب يعني مقدرتك، وممكن تسيبيه ساده كده زي ما انت ما عايزه، مفيش مشكله، او تحطي جناش. بصي بقى، قصه التزويق ده على مزاجك انت، حسب بقى انت ايه مقدرتك، وحسب ما ذوقك، وحسب ما انت ما عايزه. انا بديك الفكره، وانت عايزه تنوعي او تغيري دي حاجه ترجع لك انت. ومعايا سبرينكل زي ما انتم ما شايفين كده اهوت، هبدأ ايه اطلع منه اللون الاحمر على شكل قلوب او نجوم، وهمشي بيها على الروزتات اللي انا عاملاها. انا عملت ال3 روزتات ورا بعض تمام كده. يبقى هتعملي 24 قطعة من الجاتوه. لو جايلك ضيوف يعني هيبقى قمة في الشياكة وزي الفل. ابص هقطعها تاني اهوت، بس انا بقى هجيب الترانش من اوله لاخره. انا اول مرة جبت لكم بس ازاي نزلت بيه قطعتين تمام كده، عملته علامة زائد، وهاخد كل مربع هنزل عليه مرتين في المربع الواحد، فهيديني القطعة متكاملة. لو انتوا بتشتغلوا يا بنات اونلاين الفيديو ده برضو هيبقى كويس ليكم، هتقدروا تعملوه. لو بتعملوا عروض او بتعملوا حاجات زي كده هينفعكم برضو. للبيت وجايلك ضيوف خلاص تمام مفيش مشكله، ده هيبقى جميل جدا كمان. ولو جايلك عدد كتير من الضيوف هتقدري تضيفيهم باحسن حاجه عندك، وحاجه انت عاملاها في البيت وضمناها، واحسن من اللي بتجيبيها من مره 1000 مره. تنزلي كده بالروزتات تمام كده، وتزيني بقى زي ايه، زي ما انت ما تحبي. ممكن تحطي بس روزيتا واحده وخلاص على كده، تحطي الفلوت او تحطي البسكوته اللي هي البني او الصفرة، اي بصي بقى حاجه عندك زي ما انت ما عايزه، او عايزه تعملي لاولادك او في مناسبه عندك. جميل قوي الجاتو ده قوي قوي يا بنات. عايزه تعملي اعلى من كده، قطعي الصينيه الواحده على ديسكين، هيديك ارتفاع عالي جدا. عايزه تعملي زي ما انا ما قطعت الديسكات على 4، يعني قطعت الصينيه الواحده على 4 ديسكات وعملت منهم 24 قطعه جاتو تمام. مش عايزه وعايزه تعمليه عالي، خلاص يبقى اعملي صينيتين بمقدارين، يعني تعملي صينيه 4 بيضات وصينيه تانية زيها ب4 بيضات، هتضربي المقادير دي في 2 وهتطلع لك صينيتين. عايزه بقى تكبري حجم الصينيه مثلا تعملي 26 28 براحتك، عايزه تصغري حجم الصينيه ويديك ارتفاع على براحتك. كده طلعنا منهم يا بنات زي ما انتم ما شايفين اهو، اطلع لي 24 قطعه، وانا كده شلتهم وحطيتهم على نتيجه واحطهم في التلاجة. ايه رايكم؟ ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.